أهلا بيكم في مذيع بودكاست. البودكاست اللي بيبص الحكايات من الزاوية اللي محدش بيشوفها. معاكم دعاء أنديل، ومعايا هتسمعوا قصص وأفكار وحكايات مختلفة، لأن ببساطة كل حكاية وليها زاوية. أسوأ إحساس ممكن يمر على أي إنسان إنه يحس إنه مش فاهم نفسه، واللي حواليه كمان مش فاهمينه. في مرحلة بتعدي كده على كل ست بيحصل فيها تغيرات في جسمها ومشاعرها، كمان طريقة تفكيرها. للأسف المرحلة دي لو اتفسرت غلط بتخليها تشك في نفسها، وكمان بتخلي اللي حواليها يحكموا عليها. النهاردة احنا مش هنتكلم على نهاية ولا عن ضعف. النهاردة هنتكلم عن سن الأمل والتغيير، مرحلة لو فهمناها صح هتبقى بداية جديدة. ومعانا النهاردة ضيف حلقتنا دكتور أحمد فهيم مصطفى، رئيس قسم النساء والولادة والحقن المجهري بمستشفى مصر الطيران، وعضو الجمعية الأوروبية للمناظير، وعضو الجمعية الأمريكية للنساء والولادة. أهلا يا دكتور. أهلا اتفضل. بحضرتك أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور أحمد هتساعدنا النهاردة نفهم التغيرات، سواء من الناحية العلمية أو النفسية، اللي بتحصل للست في فترة سن الأمل. أول حاجة عايزين نسألها بقى كده لحضرتك، احنا ليه أصلا بنسميها سن اليأس؟ وهل التسمية دي فعلا حاجة طبية يعني ولا دي حاجة لا، الحقيقة هو التسمية دي تسمية خاطئة تماما، يعني سواء من الناحية اللغوية أو حتى من ناحية التعامل أساسا مع الإنسان يعني. تمام؟ مفيش حاجة اسمها سن اليأس. بعض المسميات كده الحقيقة بناخدها من التاريخ يعني، ونبني عليها. يمكن علشان بعض السيدات بيحسوا ببعض أعراض نفسية كده فسموها أساسا سن اليأس يعني. لكن زي ما بتقولوا كده هو سن الأمل، سن التغيير، سن حياة تانية. والحقيقة برضو دلوقتي ما بقاش له سن معين، يعني هيجي بدري شوية. ده حقيقي. يعني المتوسط الطبيعي للناس بيبقى حوالين سن من 45 ل55، ده الطبيعي. دلوقتي بنشوفه في الثلاثينات والاربعينات، احيانا طبعا بيكمل لغايه 55 59، ده وارد يعني. مهم. طيب بما إن هو دلوقتي حضرتك بتقول إن الأعمار مختلفة وبقت ممكن الستات تمر بالمرحلة دي بدري شوية، إيه يعني خلينا نبتدي من الأول. إيه اللي ممكن الست تعمله عشان تكون مؤهلة نفسيا وجسمانيا للفترة دي؟ آه، بُصّي حضرتك، هو أولًا هي لازم تبقى ثقافتنا العامة أساسًا من ساعة ما بنبقى بنات في المدرسة، مم. وبعدين مراهقات، وبعدين سيدات، وبعدين أمهات. كل ده أساسًا سلسلة لازم يبقى فيها وعي واضح أساسًا بالنسبة لكل الناس. وده دور الحقيقة، يعني دور للدكاترة plus دور للبيت برضه. الأم أساسًا لازم تفهمها توعية. كويس. التوعية بالضبط مهمة جدًا يعني. بدايةً من الحقيقة منتصف التلاتينات كده بيبتدي يحصل شوية تغيُّرات تؤدّي في الآخر إلى إن الدورة تنقطع، وبناء عليه يحصل بعض التغيُّرات mainly تغيُّرات نفسية، وبعضها طبعًا حاجات جسمانية، وبعضها حاجات ليها علاقة بالقلب وبالسُكّر وحاجات كده يعني، ماشي؟ آآ أتخيّل إنه المفتاح بتاع الموضوع كُلّه هو وعي زائد الرياضة. الحقيقة قبل ما الواحد يخش المفروض في المرحلة دي، يعني لو عامل رياضة كويس ومحافظ على وزنه كويس، الكالسيوم بتاعه كويس، فيتامين دي بتاعه كويس، المغنيسيوم بتاعه كويس، كل الغدة كويسة، كل ده الحقيقة بيساعد إن الأمور تعدّي بسلام يعني. الأعراض دي كمان هي أعراض مؤقتة جدًا، و متغيّرة من حد لحد. بييجي لي بعض الناس ما يحسّوش بأي تغيير في هذه الفترة خالص، وفي ناس تانية بييجوا الحقيقة يعانوا من أعراض متعددة نجيب سيرتها بعد شوية. طيب يا دكتور، يعني ممكن ست تكون بتتشخص إن هي عندها اكتئاب أو قلق، والفكرة كلها بتبقى في السن ده أو الهرمونات، اللخبطة بتاعة الهرمونات، بس الدكاترة النفسيين ممكن ساعتها يحصل خلط ما بين الموضوعين.
الحقيقة السيدات بصفة عامة بيتحركوا تحت مجموعة من الهرمونات، أهمهم بالنسبة للسيدات هو هرمون الإستروجين، وهو الهرمون الأنوثة الطبيعي. والحقيقة كل ما كانت الأنوثة يعني عالي؟ واضحة وطاغية، كل ما كان الإستروجين عالي شوية. تمام. لما الجزء التاني من البيريد أو مع الحمل بيجي هرمون تاني اسمه بروجستيرون. الحقيقة هم عاملين زي تأثيراتهم عكس بعض، لكن هم في الآخر بيأثروا. الهرمون ده بتدخل على مستقبلات عصبية. المستقبلات العصبية دي هي اللي بتحسس السيدة إنه الأمور طبيعية وكويس. طبعا مع سن انقطاع الدورة أو حوالين سن انقطاع الدورة، خلينا نقول إنه حوالينه قبلها بسنتين، بعد انقطاع الدورة سنتين 3 برضو يحصل التغيرات زي ما حضرتك بتقولي عليها كده. التغيرات النفسية الحقيقة بتبقى واضحة أكتر من التغيرات الجسمانية. ممكن توصل العصبية شوية زيادة، القلق الطبيعي، سهولة الاستثارة. بتوصل أحيانا بقى لأنواع مختلفة أساسا من الاكتئاب ودرجات مختلفة أساسا من الاكتئاب. ده لو حصل إنه الاستروجين كان عالي قوي وبعدين نزل ماركتلي يعني. دورنا احنا في التوعية والطب إن احنا ما نسيبش السيدة توصل لغاية هذه المرحلة، إن احنا نكتشفها بدري ونبتدي نديها أساسا حاجات تعويض عن الهرمون اللي ابتدى يقل نتيجة السن يعني. طيب حضرتك دلوقتي قُلت الآثار النفسية والآثار الطبية على الست في الفترة دي، بس ساعات الستات ما بيبقوش فاهمين هُم بيمرّوا بإيه، وساعات برضه اللي حواليهم ما بيبقوش مستوعبين الفترة اللي الست بتمُر بيها، وأكيد هي زي ما يعني حضرتك كدكتور بتقدّم لها الدعم، أكيد هي محتاجة دعم من اللي حواليها. تمام. فإزاي نقدر نتفادى إن هي يعني تواجه كل الآثار دي نفسيًا من بدري، إن إحنا نكون مستعدين، اللي نقدر إحنا نقدّمه ليها كدعم غير الناحية الطبية؟ بُصّي حضرتك، هو لازم المحيطين يعني يبقوا فاهمين إيه اللي بيحصل بالضبط، ويقدروا يتعاملوا أساسًا معاه. أول وأكتر عَرَض أساسًا بيحصل في الموضوع ده هي هَبّات الحَر اللي الواحد بيحس بيها من المفروض يعني من تحت الرقبة كده لغاية فوق، حتى لو كانت الدنيا باردة أوي برضه بيحس أساسًا بالصهد دوّة. دي من أول العلامات اللي بتحصل، زائد بقى الحاجات اللي إحنا قُلنا عليها، العصبية والقلق والحاجات دي. الحاجة الأخيرة اللي بيحصل شوية تغيُّر في الرغبة الطبيعية أساسًا في العلاقة الزوجية يعني. فده لازم كُلّه أساسًا الpartner يعني إذا كان الزوج والأولاد والأخوات وكده يستحملوا شويتين، يعرفوا إن هي حاجة مؤقتة. يقلل الأعراض دي غير إن إحنا نستخدم حاجات تعويضية. بعض الحاجات البسيطة أوي يعني هي الرياضة، الفيتامين D والكالسيوم، لأن دول بيحسّنوا جدًا أساسًا المود. بيتهيأ لي دول الحاجات البسيطة اللي إحنا ممكن نعملها يعني. تقليل الكافيين إذا كان في أي تدخين؟ سجاير تدخين بالضبط كده، تقليلها بيحسّن الأعراض جدًا. تقليل الشوكولاتة عشان الكاكاو والزيت، والستات طبعًا بتحب الشوكولاتة جدًا. يعني كافيين وشوكولاتة وتقليل خلاص كده. الكوك اللي هي البيبسي الأسود يعني، لكن أي حاجة مياه غازية أخرى ما فيهاش مشكلة يعني. إمم. طيب يا دكتور بقى المرحلة دي أعتقد إن أغلب الستات جسمها بيزيد، فزي ما حضرتك قُلت الرغبة الجنسية، هي ممكن تكون بتربطها إن أنا جسمي بايظ، فالعلاقة مش هتبقى ظريفة، plus إن الزوج بيحس إن ممكن ما يتقبّلش الموضوع، فده برضه بينعكس عليها نفسيًا نفسيًا بالسلب. سلبًا أكتر يعني. بُصّي حضرتك، هي دي حركة مفرغة أساسًا يعني. طبعًا زيادة الوزن شوية طبيعي نتيجة حاجتين، نتيجة الهرمونز نفسها اللي بتتغيّر. عشان كده استخدام الحاجات التعويضية الغير هرمونية أساسًا مهمة جدًا في الفترة ديّة، ودي نستعرضها كده سريعًا بعد شوية. الحاجة التانية إنه مع السن ده بيبقى شوية المجهود أقل من الطبيعي، فده بيساعد على زيادة الوزن.
وبالتأكيد أساسًا بيبقى في تغيُّر في الرغبة أساسًا الجنسية يعني. وده كتير أوي من الأزواج بقى ما بيتفهموهوش أساسًا يعني، فحلُّه إنه الحقيقة بنلجأ لبعض الأدوية منشطات. والمنشطات والحاجات دي عشان نبتدي نعدّي المرحلة دي، لأنها الحقيقة بتبقى مرحلة احتكاكات زوجية أساسًا من غير لازمة يعني. بالضبط كده، زي سِن المعاش، صح كده؟ بالضبط كده. الواحد بيبقى طالع سِن المعاش، فخلاص الموضوع الموضوع بيبقى بالضبط بس إحنا محتاجين برضه يعني نوجّه كلمة إن إزاي الراجل يتعامل مع مراته في الفترة دي، يعني ما هو لازم برضه هو يقدر يستوعبها ويحتويها في الفترة دي، لإن هي بتمُر بفترة مش لطيفة. بُصّي حضرتك لو بتتكلمي في الغالب الأعم من بما إن إحنا يعني عايشين في مصر يعني، فهو الغالب الأعم م الحقيقة ما بيقدرش يستحمل أوي نتيجة إنه مش فاهم الموضوع، نتيجة التوعية نفسها plus إنه غالبًا الراجل مطحونًا في شوية حاجات، فما شغل. بيقدرش ياخد stress زيادة عليه شوية. لكن طبعًا بعض يعني لو هو مثقف كفاية أساسًا في المرحلة دي، طبعًا هيقدر يعمل لها دعم نفسي، ويقدر يعدّي بيها المرحلة دي أساسًا كويس، ويصطبر عليها قليلًا، زائد إنه بيحصل بعض التغيرات في طبيعة العلاقة نفسها. هي بتبقى عصبية، بتبقى بالضبط كده، مش دي تحسّن بتبقى حساسة كمان. بالضبط كده، بتبقى حساسة وأنا باقول لحضرتك بتبقى سهلة الاستثارة جدًا يعني، أي حاجة طبيعية ممكن جدًا إن هي ما تتقبلهاش يعني. طب أنا هاسأل سؤال ساذج شوية، هل الرجالة بيبقى عندهم النوع ده من الفترات في سنّه يعني سِن يأس أو سِن أمل عند الرجالة؟ هو حضرتك بعد من فترة ال60 إلى ال80 مثلًا دي بيحصل إن الهرمون التستوستيرون بقى، اللي هو إمم. هرمون الذكورة ده، بيقل إفرازه شوية، اهم. وده بيأثّر على الرغبة شوية وعلى طبيعة العلاقة، وده يعني ربنا خالق الأمور بالشكل ده عشان تبقى بالضبط كده. ماشية مع الطبيعة البشرية يعني. إمم. بعد ال80 بيخش في مراحل بقى شبه مراحل النفسية اللي نفس بتمُر بيها الزوجة، النفسية لإن لكن السيدات طبعًا بيبقى في فترات بعيدة شوية عن اهم. الزوجة بتحسّها يعني، فهُم هي لها ستات غلابة في الموضوع عن إحنا بدري ال شوية، هُم متأخّر متأخر شوية، بس شوية، في الآخر معرّضين. بنتقابل بالضبط كده. بالضبط كده بنتقابل. طيب حضرتك قُلت هنتكلم على التعويضات الهرمونية والغير هرمونية. تمام. بُصّي حضرتك زي ما قُلنا هو الحقيقة في مايسترو لكل الغدد اللي في الجسم، وهي الغدة الدرقية، فلازم من ضمن الفحوصات اللي بتتعمل في هذه المرحلة أساسًا وبدري أوي هي هرمون الغدة الدرقية. لمّا يبقى مضبوط بيبقى كل حاجة بعدها أساسًا معقولة يعني، لو هو مش مضبوط يبقى لازم هي الغدة الدرقية تحليلها تتصلّح أولًا يعني. اهم. وبعدين المستقبلات العصبية اللي بتستقبل هرمون الإستروجين والبروجستيرون دي موجودة في الجسم كله تقريبًا، موجودة في الجلد، موجودة في إمم. الشعر، موجودة حتى في القلب موجودة، في الأوعية الدموية موجودة، في خلايا المخ موجودة، دي كلها مستقبلات عصبية. والإستروجين بيلف أساسًا في الجسم، والمستقبلات دي المفروض إنها بتحس إن هو موجود. الحاجات التعويضية زمان الحقيقة لغاية مثلًا 20، 30 سنة عدِّت كنا بندّي الهرمون نفسه، اللي هو الإستروجين كإستروجين أو البروجستيرون كبروجستيرون، اهم. وبعدين طبعًا ده طلع بيزوّد شوية بعض المشاكل والأورام سواء الحميدة أو الغير حميدة، ف بقى دلوقتي استخدامه الحقيقة مقصور على بعض الحالات أساسًا، مش كل الحالات، الحالات اللي بتبقى عنيفة شوية، لكن اختُرع الحقيقة أدوية هي عبارة عن أدوية بتشتغل على المستقبلات العصبية اللي هي الreceptors دي بتاعة الإستروجين، تمام. بتخش جوّه المستقبلات دي تحسّس الجسم كإنه الإستروجين موجود. مضبوط، مضبوط ماشي، عندهم صح؟ وبالضبط كده، دول في 3، 4 مستحضرات كده موجودين في السوق أساسًا بيأدّوا لكده، إمم. وبعدين في group بحاله أساسًا اسمه آمم حاجات تعويضية non hormonal كلّها معمولة من الفول صويا، من حاجات طبيعية؟ حاجات غذائية طبيعية 100%. إمم. حاجات في planet origin يعني، إمم. وبتدّيك نفس التأثير بتاع الهرمونز، والحقيقة بتفرق جدًا يعني. السيدة في الفترة دي برضه لازم تعمل اختبار للعضم، نشوف أساسًا في أي هشاشة عظام والّا حاجة، لأنه تصليح الكالسيوم والفيتامين D وهشاشة العظام بيساعد إن الدنيا تبقى كويسة. تمام. إمم. آآ
الحقيقة الإستروجين برضه معمول في صورة آمنة شوية، اللي هي صورة الpatches، يعني عبارة عن حاجة بتتلزق أساسًا على كده، بتتغيّر كل أسبوع، ودي بتفرز إستروجين natural، مش من الحاجات الchemicals اللي ممكن تأثّر سلبًا. آخر حاجة في بعض المستحضرات الموضعية بقى، لأن طبعًا بيحصل شوية جفاف أساسًا في منطقة العلاقة الزوجية يعني. ف ده طبعًا بيصعّب على السيدة إن هي تتقبل أساسًا العلاقة، لأن بتبقى بالنسبة لها مش مريحة أوي. فنفس الهرمون ده معمول في شكل سواء بويضات مهبلية أو كريم أساسًا بيستخدم بشكل يومي، برضه ما فيش منه أي ضرر، وبيستخدم موضعيًا أساسًا في المنطقة من تحت يعني. بس ده كل الحاجات التعويضية الواردة يعني. التحاليل والفحوصات يعني المفروض حضرتك قُلت على التحاليل الفيتامين D وحاجات كتير المفروض نعملها من إمتى؟ يعني الحقيقة من إمتى الست أواخر تبتدي تعملها علشان تستعد للفترة دي وهي صحتها كويسة؟ هو على مدار العمر في الcheck up طبعًا المفروض تتعمل، في حاجات بتتعمل كل سنتين 3 للgeneral check up أساسًا سواء للرجال أو للسيدات، لكن بالنسبة لنا إحنا من أواخر التلاتينات كده لازم نبتدي نعمل baseline بالنسبة لنا، نبقى عارفين الخط الأساسي بتاع الهرمونات بتاعتنا عامل إزاي. هم هرمونات الغدة الدرقية بأنواعها، سواء free أو total أساسًا من الهرمون الغدة الدرقية. الكالسيوم، فيتامين دي، الاستروجين نفسه قد ايه، البروجستيرون قد ايه، الAMH اللي هو مخزون المبيض قد ايه، عشان يقدر يدينا قياس كده، لان البيريد ناويه تقطع امتى، فبيدينا شويه مؤشر. مؤشر بالظبط كده عن الفتره. فدي كلها حاجات لازم السيدات تعملها. لو طبيعية بتبقى حاجة كويسة، لو في أي حاجة مش مضبوطة بنبتدي أساسًا نضبّطها قبل ما نخش في المرحلة بقى بتاعة انقطاع الدورة يعني. تمام. طيب يا دكتور، بالنسبة بقى للأعراض النفسية، في أعراض طبيعية وفي أعراض لأ، إحنا ممكن هنا بقى نحتاج لدعم نفسي ودعم طبي. إيه بقى الأعراض النفسية اللي ممكن نقول إن هي بتعدّي بسلامة وسهولة، وإيه الأعراض اللي ممكن حضرتك تلاحظها تقول إن لأ، السيدة دي محتاجة فعلًا تدخُّل نفسي قوي؟ آآ تقريبًا من 40 ل60% من الناس ممكن يعدّوا الفترة دي بشوية دعم نفسي وشوية فهم، يبقوا فاهمين إيه اللي بيحصل، مع زي ما باقول تاني الرياضة مهمة جدًا الحقيقة يعني. بس إحنا آآ شعب يعني غير رياضي، رياضة تقيلة غير شوية، رياضي، يعني إن ناس شاء الله بتدفع اشتراك الgym وما بنروحش أصلًا. تمام. على الأقل مشي يعني 15 دقيقة الصبح، 15 دقيقة بالليل، ده بيفرق جدًا يعني، قد ما هو الموضوع بسيط أوي، إمم. إلا إن المشي بيحل مشاكل كتير جدًا. طبعًا. الأعراض اللي ممكن نتقبلها أساسًا هو العصبية الزيادة، تغيُّر في الحالة المزاجية، دي كلها ممكن تتحسن مع الأدوية الطبيعية يعني، إمم. والدعم النفسي وفهم الناس اللي حوالينا وتنظيم الوقت أساسًا، النوم كويس مهم. إمم. ال ال الأكل على فترات آخرها مثلًا ممكن يبقى الساعة 19:00، 20:00 تمام. بيساعد إنه الجسم أساسًا يبقى خفيف، ما فيهوش مشكلة. لو ابتدينا نخش في أي تغيُّر حاد في الحالة المزاجية، أو قلق مستمر أو اكتئاب، ده طبعًا بيحتاج أساسًا يتاخد رأي سواء أخصِّص. دكتور النسا أو الدكتور النفسي، الاتنين مع بعض أساسًا ممكن، بحيث إنه هتحتاج تاخد حاجات تعويضية، زائد يمكن نحتاج بعض الدعم النفسي يعني عن طريق دكتور الأمراض النفسية والعصبية يعني. طيب هل في الفترة دي كمان بيبقى في نوع أو نظام معيّن من التغذية الست بتحتاج إن هي تبقى بتتابعه؟ هل بيفرق إن هو ممكن يعني في حاجات معيّنة إن هي توقّفها، إن هي تركّز عليها أكتر، هل ده بيفرق في الmood في إن الدنيا برضه تعدّي أسهل شوية؟ يمكن أنا قُلت من شوية هي في بعض الحاجات الحقيقة بتبقى ممنوعة أو بنقلل منها شوية، دي إحنا قُلناها من شوية. أنا بصفة عامة أساسًا ليّا رأي في سواء للرجال أو للسيدات، والسيدات بصفة خاصة أساسًا يعني، إن كل ما بنقرّب من الحاجات الطبيعية، إحنا نباتًا من الأرض، فكل ما بنقرّب من الأرض كل ما بتبقى الأمور طبيعية أكتر يعني.
الناس الحقيقة الفيجيتيريان بيمروا بأمور سموث شوية عن حقيقي؟ الحقيقيين بالظبط كده. آه، آه، كل بقى ما زودنا أساسا في بروتين. سواء البروتين اللحوم أو يعني الحقيقة احنا بنصرف أساسا يعني الدايت ريجيم بتاعنا ما هوش مظبوط قوي يعني. فكل ما نقلل اساسا من البروتينز والكربوهيدرات ونزود في الحاجات الطبيعيه كل ما كان اساسا نعدي الامور بشكل سموث اكتر يعني. اعتقد ان الفيجيتيريان زمان ما كانش فيه، ولا ده حاجة مستحدثة؟ اصل الناس بتوع زمان بالمرحلة دي اعتقد كانوا بيعدوها بمنتهى السلاسة غير دلوقتي، فده نتيجة ان يعني الناس غيرت عاداتها ودخلت، بس ما هو زمان برضو كانوا بياكلوا بروتين عادي جدا. أه الحقيقه متهم اساسا في التغيرات الهرمونيه. الحقيقه في الفتره الحقيقه اولا البوليوشن بصفه عامه، تلوث اساسا سواء التلوث أكيد. البيئي او التلوث الغذائي او التلوث السمعي والبصري حتى بيزود الاسترسز وكلام من ده يعني. امهاتنا وجداتنا ما كانوش اساسا خالص. ما كانش عندهم الكلام ده لانه كانت انواع الحاجات حياة بسيطة. بالظبط كده. لكن كل ما ما كانش موجود التلوث ده كله كان. بالظبط ما كان ومش وارد في ابجدياتهم بقى فكره القلق الشديد والعصبيه والاكتئاب وحاجات كده. هم عارفين ان دي فتره طبيعيه بتعدي، وكان عندهم وعي الحقيقه قد يكون وعي مجتمعي اساسا اكتر من اللي موجود دلوقتي شويه، رغم ان احنا متطورين اكتر بالظبط ومنفتحين كده. اكتر وانترنت، بس لكن هم ده كانوا بيقعدوا يتكلموا اكتر. اه احنا دلوقتي شويه بقينا يعني اورينتد سواء بقى بالموبايل او بالنت او حاجه كده بناخد معلوماتنا منها، قد تكون المعلومات دي مش كلها صح يعني. طيب لو محتاجين من حضرتك دلوقتي روشتة كده نجمع فيه اتفضل. كل حاجة نقولها كده لكل الستات الجميلة اللي بيسمعونا، تمام. نديهم كده بارقة أمل وهم مقبلين على سن الأمل، إن هم نديهم كده الروشتة الطبية والنفسية عشان يستقبلوا السن ده بطاقة كده إيجابية وتفاؤل. آه، زي ما على مدار كل الكلام اللي قلناه الحقيقه هي لازم تبقى السيدات فاهمه ان هي تغير طبيعي. ببساطة زي ما إحنا شعرنا بيبيض شوية بنصبغه، زي ما هيبقى هرموناتنا ملخبطة شوية ممكن نظبطها أساسًا وبشكل طبيعي مش بشكل ممكن يحمل أي risk أساسًا على السيدة. الوعي مهم أوي هي تبقى فاهمة أساسًا إن الأمور دي معدية واخدة وقتها أساسًا ومش مستمرة على طول. فترة. بالضبط كده. واللي حواليها طبعًا لو عملوا لها دعم بتعدّي الحياة بشكل بسيط يعني ما بيبقاش فيها مشاكل كتير. اتباع نظام غذائي كويس، ريجيم إلى حدٍ ما أساسًا لو كان حد overweight الرياضة، وأخيرًا بقى إن هي ترجع إلى دكتورها علشان إذا محتاجة أساسًا تاخد حاجة تعويضية natural تاخدها. آخر حاجة مهمة أوي المفروض أنا باحب دايمًا أقولها لكل السيدات في سن الأمل ده، بعد انقطاع الدورة لمدة سنة مش المفروض ينزل أي نقطة دم خالص بعد كده. إذا نزل أي نقطة دم لازم الحقيقة تروح للدكتور مباشرةً، لأن دي بتبقى علامة قد تكون أساسًا لحاجات خطيرة شوية. دي حاجة مهمة جدًا طبعًا، المباشرة والمتابعة بعد الفترات دي، لإن في سيدات بتكتشف إن هي خلاص طالما الفترة دي عدِّت بسلام، بعد سنة ممكن تبقى حاجة تكبّر دماغها أو تحس إن هي عادية، وأكيد حضرتك بتعاني من الموضوع ده. بُصّي حضرتِك أنا الحقيقة يعني عندنا جروب كبير جدًا من المجتمع بتاعنا، هي بتكشف وهي حامل صح. وتيجي مثلًا تقول لي أنا بقى لي من ساعة ما ولدت من مثلًا 12 سنة ما كشفتش، أو ركّبت مثلًا loop وبقى لي 10 سنين أساسًا ما بصيتش عليه. الحقيقة في أي مجتمع أساسًا ماشي بشكل علمي المفروض كل وطبقًا للحقيقة للguidelines اللي بتتقال أساسًا برّه، إحنا المفروض كل سنتين نكشف حتى لو ما عندناش أي عَرَض يعني، لإنه ده هيبقى عامل كشف مبكر عن أي حاجة أساسًا. زائد إن في بعض التطعيمات أساسًا بتتاخد عشان خاطر وقايةً من بعض المشاكل برضه اللي في السن دوًّا.
ده نمرة 1. نمرة 2 المتابعة بقى بعد سن الأمل ده، هو كل 6 شهور لمدة سنتين، وبعدين بعد كده كل سنتين يعني، عشان إحنا بنشوف ناس مع الأسف 70 و80 سنة وعندهم برضه مشاكل وأورام حتى مش حميدة أساسًا بنلاقيها ومش بنكتشفها غير متأخرًا، لأن هي ما بتتخيلش إن في حاجة، بتعتقد إنه خلاص الجزء النسا ده انتهى. انتهى بالنسبة لها يعني. صح كده، صح كده، مضبوط. طيب إحنا في النهاية عايزين نقول إن جسمِك مش بيخونِك ولا دماغِك ضدِّك، أنتِ مش لوحدِك، والتغيير ده مش نهاية. ده فرصة عشان نفهم نفسنا ونحول الخوف لقوة والوعي لحماية، وأكيد بالمتابعة الدورية هتعيشي حياة سليمة وصحية، ودايما ما تخافيش من سن الأمل، انتي جميلة في أي سن. حقيقي يعني السيدات جميلة في كل الأعمار، وهي مخطوبة جميلة، وهي زوجة جميلة، وهي أم جميلة، وهي جدة جميلة، فهي على مدار العمر ربنا مديها الحقيقة فرص جمال في كل متعددة. مرحلة. بالضبط كده. شكرا يا شكرًا يا دكتور دكتور. لحضرتك جدا على يعني الحلقة الجميلة اللي كلها أمل وتفاؤل. نشكر حضرتك جدا. أنا اللي ميرسي جدًا والله، أنتم يعني نورتونا وأسعدتونا، ونرجو يعني ما نكونش تقال عليكم أساسًا. لا بالعكس خالص، إحنا ميرسي. استفدنا جدًا، جدًا، وميرسي جدًا لحضرتك. ربنا يخليكِ. Thank ميرسي. you يا فندم، ميرسي. ودي كانت حلقتنا من مذيع بودكاست. افتكروا دايما إن لكل حكاية وليها زاوية. استنوني في الحلقة الجاية بموضوع جديد وزاوية جديدة، ومتنسوش تعملوا فولو عشان يوصلكم الحلقات أول بأول. سلام.